النهاردة معانا تمرينة البايسب كير على الماشين. العضلة الرئيسية المستهدفة هنا هي بايسب بريكي اي. العضلات المساعدة في حركة تاني كوع البوفليكشن هي بريكي رادياليس وبريكياليس. تمام. طيب اللي هي باللون البنك. تعالوا نشوف الأداء الصحيح. هتقعد على الجهاز وتخلي كوعك في محور الحركة بتاعة الجهاز، وتبدأ تطلع بالجهاز وتنزل. وانت نازل الحركة الاسنتريك تبقى بالراحة، يعني تنزل على مهل. طيب تعالوا نحلل الحركة دي بنسميها elbow flexion، يعني حركة تاني الكوع، والحركة كلها هتخرج من مفصل نفسه، مفصل الكوع اللي بنسميه elbow joint. هنا الماسكة بتاعتي بنسميها supinated، اللي هي راحة الكف بتبقى للأعلى كده. العضلة الرئيسية المستهدفة زي ما احنا متفقين هي سيبس بريكي اي. تمام. طيب الحركة بقى بتطلع ازاي؟ بتطلع من أول جزئية، بتطلع من بريكي اي رادياليس والبايسبس بريكي اي، دول اللي بيسحبوا عظمة الراديوس، واللي بيسحب عضلة الإلينا هي عضلة بريكياليس زي ما احنا شايفين في الصورة كده. ايه الغلطات اللي الناس بتعملها في التمرين ده او على الجهاز ده؟ ان الناس مش بتبقى مثبتة ظهرها ومش بتبقى فرداه، فبتبقى مايل لقدام كده. انت اصلا وانت مايل لقدام كده انت محرك لوح الكتف لتحت، وهي الحركة اصلا مبنية على حركة البايسبس، وانت بتسحب حركة البايسبس هي اصلا بتسحب معاها لوح الكتف. فانت لما بتميل كتفك لقدام كده انت قللت التأثير خالص على البايسبس، لان انت اصلا حركت السكابيولا او حركت لوح الكتف لقدام. تمام. فركز ان انت تبقى فارد ظهرك على الجهاز. تابعونا عشان تعرفوا الأداء الصحيح والتشريح لكل تمرينة، واكتب لنا في الكومنتات ايه التمرينة اللي عايزنا نشرحها. وطبعا اوعى تنسى الفولو والشير عشان الكل يستفاد ويتمرن صح. شكرا ليكم.